حريشات صغار في المقله بالفرماج والزيتون كيوجدوا في الدقيقه 90 كيجيو هشاش، واهم حاجه لذاذ بزاف. غنحتاجو 500 غرام ديال السميده رقيقه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، واحد كيس من خميره الحلويات فئه 7 ولا 8 غرام، نص معلقه صغيره من خميره الخبز او الخميره الفوريه، كاس الا ربع ولا 100 ملل ديال الزيت النباتي اللي ممكن تعوضوها بزيت الزيتون. نبسبسو ديك السميده مزيان، بعد نضيفو كاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء ونخلط. نخليوها ترتاح واحد 5 حتى ل 10 دقائق حتى كتشرب، وندوزو نحضروا الحشوه اللي نحتاجو لها 5 القطع ديال الجبن وجوج معالق ديال الزيتون الاسود اللي مقطع وشويه ديال الزعتر، وكنمعس هذوك المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم. ملي كتشرب السميده كتولي عندنا بهذا الشكل هذا، راه دغيا كتشرب. كناخذوها كنديرها على شكل كره هكا بيتيه، كندير معلقه صغيره تقريبا ديال ديك الحشوه هكا في الوسط، نسد عليها مزيان، ما خاصش الحشوه تكون خارجه، ندوزها في السميده مزيان، ضروري تمرمدوها كامله في السميده، وكديروها في هذا الاطار وكتضغطوا عليها مزيان. واللي ما عندهمش هاد العيبه ديال الحرشه راه ممكن تستعملوا الغلاقه ديال نوتيلا اولا ديال العسل، اي غلاقه عندكم هكا كترشوها بالسميده وكتضغطوا عليها مزيان. ملي كتساليهم كاملين بنفس الطريقه كديروا المقله كتسخن، ضروري ملي كتسخن كتنقصوا النار تكون اقل من متوسطه، ضروري باش كيجيوكم طايبين مزيان من الداخل. غير كتبدا تحمر هكا كتقلبوها وتبقاو تقلبوا فيهم هكا حتى كيتحمروا من الجهات بجوج. ملي كيبانوا لكم نشفوا صافي جهدوا النار باش كيتحمروا لكم دغيا، فراه كيجيو هشاش ولذاذ بزاف. ما نساوش كيف ديما الا عجبكم فيديو لايك وتعليق.